السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، اللهم امين يا رب العالمين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا 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 يا احلى متابعين في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعملي ايه النهارده يا سوسو؟ هقول لكم اعمل ايه. هعمل بانيه او غسلاه ومخليه زي الفل، تمام. وهعمل جلاش. عندي بسطرمه وجبنه كنت عامله بيها الفطير قبل كده، وعندي جبنه من زمان عندي، فانا قلت ايه استخدمها في اي حاجه، فاعمل جلاش بالجبنه. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا، ما تروحوش كده ولا كده ولا كده ولا كده، ولايك واشتراك في القناه يا احلى متابعين. بصوا يا حبايبي، دي بصلايه مبشوره وشويه لبن، ماشي. ودي مستردة، اللي ما عندوش ما يحطش، يعني يستبعدها، ما فيش مشكله. ماشي حبايبي، هحط شويه باربيكيو مش كتير برضو، اللي ما عندوش ما فيش مشكله. ماشي، معلش عندنا نونه عمال يعيط مش عارفه اعمل حاجه. ملح، فلفل، وهحط بابريكا شويه، كزبره شويه، وهقلب كل ده ببعضه شويه. اهي التتبيله، وهنزل عليها بالبانيه. خليها كده عشان تشوفوها تمام كده. هقلب بقى كله في بعضه وارجع لكم. اهو يا حبايبي، بعد ما تبلته هركنه بقى ساعة او نص ساعة، وهعمله بيض وبقسماط. دلوقتي هحضر حاجة الجلاش. حطي طبعا زبدة، مش حبايبي. والجبنة اهي حضرتها وجهزتها، وكان عندي جبنة فيها بسطرمة واحطها بالمرة، تمام. بسم الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنشوف فين اللي يجي على البايركس ونظبطها احنا براحتنا، عشان انا ما عنديش حاجه بصراحه اوسع من كده. اظبط الدنيا وارجع له. البايركس طبعا صغير، خلي بالكم مش كبير، بس عادي يعني، مفيش حاجه هتقف معانا. تمام كده. حط كده البسطرمه والجبنه والدنيا، وبرده هنعرف نتصرف. عندنا صواني كبيرة هنا زي عندنا في البيت، لا عندناش. تمام، هظبط الدنيا وارجع لكم. هنغلب، ما عندناش صينية كبيرة، هنغلب مش هنغلب. اهو عملنا اهو.
الكيش قالك اتصرف، هيقول لا؟ مش هيقول لا. اهو احلى سكينة وهظبط الحرف كده اهو. وهقطع وهيطلع زي الفل ان شاء الله كده. وبعدين اشوف كده 1 2 3 نقطعها صغنونة كده ومحندقة. نجيب بيضتين، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا واثقه من البيض بتاعي عشان لسه جايباه. 2 ونحط لبن وسنة فلفل اسمر عشان الزفارة. ونقلب كله كده ببعضه، بسم الله الرحمن الرحيم. ومولعين الفرن طبعا على درجة حرارة 170. تمام كده يا حبايبي اهو. ننزل بالبيض واللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم كده الشكل النهائي. تمام ان شاء الله يطلع زي الفل. بصوا يا حبايبي، ادي الدقيق والبقسماط اللي انا هغلف بيه البانيه، وادي البيض حطيت ملح وفلفل وضربته كويس قوي قوي قوي. وطبعا هعمل كده تمام. هخلص الكمية وارجع لكم تاني. يا حبايبي دي اخر حاجة، عملته كله اهو بالبيض والبقسماط، هو باقي على التحمير. لازم تدوسي عليها جامد كده.
وهي يا حبايبي قطعتها. بصوا الجمال والحلاوة. لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.